مساء الخير أو صباح الخير، طبقا للتوقيت اللي يسمعني فيه المتابع الكريم في هذا البودكاست، إذا كان عنده ليل أو نهار. وقبل لا أدخل في موضوع اليوم، أحب أهنئ جميع شعوب الكرة الأرضية بمختلف انتماءاتهم الفكرية والثقافية والدينية على العام الميلادي الجديد 2024، وأتمنى يكون عام جميل على جميع شعوب الكرة الأرضية. علم النفس الأسود، هل في علم نفس أسود وعلم نفس أبيض؟ هذا العنوان هو تعبير رمزي للاستغلال السيء عن العلوم. في الواقع من وجهة نظري الشخصية، جميع العلوم وجميع الأمور في حياتنا لديها جانب إيجابي وجانب سلبي. والشيء بالشيء يذكر. اللي تابعني منذ زمن أو من بداياتي يعلم أن تخصصي فلسفة، وذكرت في مقالاتي في مدونتي بشكل طريف أن الفلسفة وعلم النفس لا يلتقيان أبدا. هذه وجهة نظري الشخصية طبعا، لا يلتقيان أبدا، وهما الأخوة الأعداء، لأن آلية تطبيق القيم والمعايير في كل علم من هذه العلوم، الفلسفة طبعا أم العلوم، مختلفة تماما وتناقض العلم الآخر، لكن ليس هذا موضوع الحلقة. علم النفس الأسود، هذا إنسان يقرأ في علم النفس وهو غير متخصص لكي يشاهد النظريات النفسية حتى يقوم باستغلال علم النفس لخداع البشر أو للتأثير الغير مباشر على بعض أنماط البشر. فمثلما هو من يقرأ في القانون كثيرا وهو غير متخصص. المتخصص اللي يدرس قانون طبيعي راح يقرأ بالقانون لأن هذا تخصصه، لكن اللي يقرأ بالقانون وهو غير متخصص هذا أمر جميل، لأن في الدول المتحضرة الثقافة القانونية مطلب للجميع. شيء جميل أن ارتفاع الثقافة القانونية لدي جميع أفراد المجتمع عشان يعرف حقوقه ويعرف واجباته. أتذكر في الولايات المتحدة الأمريكية كل أسرة أمريكية تقريبا، أو معظم الأسر الأمريكية المثقفة تحديدا، لديها طبيب للعائلة ولديها محامي العائلة، وبعض الأسر لديها أكثر من محامي، نظرا لأهمية دور المحامي في الحياة المعاصرة، لأن الثقافة القانونية أمر جيد نفس ما أنا قلت. وهذا الإنسان اللي يقرأ بالقانون هو يقرأ ليعرف واجباته ويعرف حقوقه، وهذا أمر لا بأس به وجميل ومطلوب. لكن هنالك من يقرأ القانون وهو طبعا غير متخصص، ليس ليعرف حقوقه وواجباته، هو يقرأ بالقانون لكي يخترق القانون، لكي يصطاد ثغرات بالقانون تمكنه من خرقه. مثل يعني على سبيل المثال النصاب المحترف تحديدا، وليس النصاب الهاوي. النصاب المحترف يقرأ كثيرا بالقانون قبل أن يجهز الخطة للانقضاض على الضحية، لكي يعرف ثغرات القانون ويعرف من أين يدخل منها. نفس الشيء في علم النفس، هو يقرأ للنظريات النفسية عشان يستغل ثغرات الوجدان البشري. يلعب أصحاب المحتويات التي سأضرب بها المثل في هذا البودكاست يلعبون على استغلال نقاط ضعف معينة، منها استغلال انخفاض الوعي الثقافي للشريحة المستهدفة اللي تسهل السيطرة عليها، إضافة استغلال الضعف البشري اللي موجود في النفس الإنسانية، اللي تخلينا تقريبا يعني نقول معظم البشر دائما يرغب أن يكون محبوب، مرغوب، يرغب أن يكون محط أنظار الجميع. فيلعبون على هذه النقطة، نقطتين تحديدا، ويدخلوا بالعناوين اللي راح أطرحها لكي يجذبون المتابعين. والهدف طبعا معروف هو الاسترزاق، وهم بغير متخصصين، وهؤلاء يصبغون على أنفسهم أنهم خبراء عاطفيين أو خبراء وجدانيين أو خبراء علاقات اجتماعية،
ويتحدثون بثقة مفرطة. يعني وعندما يتحدث لا يقول أن هذا رأيه الشخصي أو ما سوف أطرحه يعبر عن رأيي الشخصي. كان هني الواحد يحترمه، على الأقل المتابع يعلم أن هذا مو رأي أكاديمي وله رأي مبني على دراسات أكاديمية، هذا مجرد رأي شخصي، والرأي الشخصي مرحب به طالما يطرح باحترام ما كيفه. لكن لما أنا أخدع وأضلل المتابعين أن هذه آراء أكاديمية، هنا يستدعي الأمر تنبيه المجتمع أو نشر ثقافة اجتماعية أن هؤلاء ليسوا بمختصين. يعني ما سوف يطرح اليوم، دورت أنا حتى على مختصين لديهم دكتوراه في علم النفس وعلم الاجتماع في مواقع التواصل، لا يجرؤون أن يتفوهوا بما يتفوه به هؤلاء. يعني دائما يعني العالم متشكك والجاهل واثق من نفسه. يعني لنفترض جدلا هنالك مشكلة بين زوجين، هذه المشكلة مثلا ممكن تكون متكررة في أكثر من أسرة، مشكلة الزوج الذي يغضب بسرعة أو مشكلة الزوجة المهملة، كثير ممكن لديهم هذه المشكلة. لكن علاج الحالات هذه أو الإرشاد أو النصح اللي يقدم لهم مستحيل أن يكون واحد. الخبير الحقيقي والمتخصص الأكاديمي، وليس فقط مطلوب أن يكون متخصص أكاديمي لكي يقدم النصح والإرشاد، بل مطلوب أن يكون لديه خبرة في مجاله أيضا، لما يترتب على رأيه من أحيانا ضياع أسر أو تفتيت علاقات إذا كان رأي غير سديد. يعني مو كل من هب ودب يعطي نصايح ويعطي إرشادات. فوجدت أن المختصين وأصحاب الاختصاص الأكاديمي أقلية، وأغلب اللي موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي ناس غير متخصصين، وربما لا يحمل ثانوية عامة حتى. والغريب أنه يطلق على نفسه خبير عاطفي أو مستشار علاقات اجتماعية أو مستشار علاقات زوجية، وهو أبعد ما يكون حتى أنه يكون مستشار محل مشويات كباب. فمع احترامي طبعا أعطيكم بعض العناوين: كيف تسيطر على الحبيب وتجعله خاتم بإصبعك؟ كيف تجعلين زوجك مطيع ولا يرفض لك طلب؟ كيف تكون لك كاريزما وهيبة للسيطرة على الآخرين؟ علامات أن الرجل متعلق بك ويحبك. علامات أن المرأة متعلقة بك وتحبك. كيف تكون لك كرامة في الحب؟ طرق جذب الجنس الآخر لك أو لك. تعلم الحيل النفسية وفنونها لتجعل الآخر يموت في حبك ويتعلق بك. كيف تسترجع علاقة سابقة؟ كيف تجعلين يندم على فراقك؟ علامات أنه يهيم عشقا بك، إلى آخره من عناوين شبيهة لا تعد ولا تحصى. الهدف منها جذب انتباه المتابع لكي يعمل كليك ويدخل يشوف الفيديو. طبعا أكيد اللي راح تجذبه العناوين يكون مهتم بالمحتوى هذا، فأكيد طبعا يبي يشوف شنو اللي قاعد يصير داخل، فينصدم من النصائح اللي يقدمونها. يعني أنا ما شفت واحد خبير حقيقي لديه إجازة جامعية ولديه خبرة عملية يقول في لقاء تلفزيوني أو حتى لقاء على اليوتيوب ولا في أي مكان، يقول يا جماعة تعالوا بعلمكم أنا تكنيكات شلون تسيطر على الآخرين، بعلمكم تكنيكات شلون تسيطر على زوجتك وتخليها خاتم بصبعك. هذا كلام من يحترم تخصصه لا يتفوه به. العلاقات الإنسانية لابد أن تكون تلقائية وطبيعية. يعني أنا ماني محتاج أتصنع شعور أو مظاهر أو انفعالات مو موجودة فيني عشان ألفت نظر الطرف الآخر. محتاج أعبر بتلقائية عن ما أشعر به. انتهى الموضوع. إذا الآخر لم يبادرني هذه التلقائية، سلام عليكم، انتهى الموضوع.
ليش كل هالأفلام وليش كل هالمسلسلات؟ عشان نخلي علاقاتنا تتحول من علاقات طبيعية لعلاقات آلية مصطنعة. أتذكر شخص من تقريبا 5 سنوات أو 4 سنوات، كان أول مرة يتوظف، يعني دخل في وظيفة وكان معاه زميلات في العمل. لما داوم بالوظيفة هذا كان يعني يهتم، ثقافته شوي على قده وسهل السيطرة على أفكاره، فيتابع هالنوع من المحتويات، ومسكين يعني أكل هوى. دخل وقعد في الوظيفة الجديدة، وطبعا الوظيفة مع زميلاته في العمل، وإذ بزميلة له هي قديمة أقدم منه ترحب به عادي وتقول له مثلا صباح الخير، إذا مثلا بيطلبون قهوة في القسم نطلب لك معانا ولا لا، إلى آخره من أمور طبيعية تحدث في العمل. شنو اللي حصل؟ الأخ الحبيب هذا طبعا هو أنا ما أعرفه كصديق، وأعرف مشكلته يعني كشخص حكاها، طبعا حكاها لأحد المحامين وأنا كنت موجود، ضحكت شوية لأنه هو يعرفني أنا شخصيا، وقال لي شنو رأيك باللي حصل، هل أنا غلطان ولا مو غلطان؟ طبعا شنو اللي حصل؟ إنه وجد أن هذه الزميلة ودودة معه، يعني ترحب به بابتسامة جميلة، وإنسانة يعني تعامله بود واحترام. نظرا لأنه هو يشوف محتويات من هذا النوع، توهم أن هذه الزميلة معجبة فيه أو تبادل شعور أو عينها عليه، سموها مثل ما تسمونها. فلما قلت له وبعدين شو اللي صار، يقول والله رحت لأن تطمنت 100% أن هي تحبني وأن هي معجبة فيني، رحت أروح أشتري ورد وبسوي روحي رومانسي عشان بعد ما ينتهي الدوام أقول لها لو سمحتي بقدم لك هذا الورد وبعزمها على الغداء. وفعلا سوى هالموضوع بعد ما تيقن أن هي تحبه، هو كذي يقول. وإذ يصدم بعد ما راح ودالها الورد إنه يعني بصراخ ورد قاسي لأقصى درجة، تقول له عيب عليك اللي قاعد تسويه، أنا امرأة متزوجة وأنا امرأة زميلة لك في العمل لا أكثر ولا أقل، بأي حق أنت تقدم لي ورد، وبأي حق أنت تدعوني لتناول الغداء معك؟ واشتكت عليه عند رئيس القسم، وأحيل للشؤون القانونية في جهة عمله. وبعدها يعني صارت له مشكلة. وقتها طبعا أنا سألته قلت له أنت شنو اللي خلاك تتوهم إن هي عينها عليك؟ يقول أنا أتابع بودكاستات وايد وأتابع باليوتيوب قنوات، وذكر لي اسم واحد بالتحديد يعني دون ذكر اسمه، يقول هذا خبير وايد يتابعونه. قلت له زين الخبير هذا شنو قال؟ قال الخبير يقول شلون تعرف إذا الأنثى تحبك؟ كان أقول له إيه شلون تعرف؟ كان يقول إذا مثلا داومت في جهة عمل ولقيتها تهتم فيك وتقول لك صباح الخير وتبتسم لك، أو تحاول مثلا تقول لك إذا تبي قهوة ولا شاي، معنى هالكلام إن هي معجبة فيك. قلت يا سلام، هذا خبير يعني دكتور في علم النفس في علم الاجتماع ولا خبير بشنو بالضبط يعني؟ كان أقول لا خبير علاقات. خبير علاقات إنسان. وبعدين يقول عندما تتيقن أن هذه التصرفات بدرت من الأنثى، هنا فكروا هنا وبعد أن تتيقن، يعني بعد ما أنا أشوف هذه التصرفات أبدأ أبادر، ما أبادر وأنا للحين ماني متأكد من أنها تميل لي ولا لا. فهذا كل اللي صار، ويبت الورد وحسبالي أنها تبادلني الشعور، وطلع أنا فاهم غلط، وطلع الكلام اللي انقال في اليوتيوب بخرطي والحمد لله أنه يعني حاولت ألم الموضوع، وياي كان يبي استشارة محامي على اعتبار لو جهة عمله صعدت الموقوف وما تنازلت زميلته شنو راح يصير. طبعا أنا ضحكت قلت له منو قال لك إذا هي تبتسم لك أو تقول لك صباح الخير، أو إذا هي بتسوي قهوة أو يطلبون قهوة من كافيه معين مثلا عن طريق
طلبات ولا غيره، ان هي تحبك او هي معجبة فيك، هذا دليل انها انسانة متربية. انا قاعد اقول لها الكلام، هذا دليل ان انسانة اخلاقها عالية، هذا دليل انها انسانة ودودة، انسانة متصالحة مع نفسها، وانسانة واثقة من نفسها. اما انك انت تفهم هذه التصرفات بالمقلوب، هاي مشكلتك انت اللي جاي من بيئة منغلقة، انت اللي عندك مفهوم مشوه عن الجنس الاخر، فتعتبر كل واحد يبتسم لك ميت فيك، فالمشكلة عندك مو عندها. فقال إيه أنا ما كنت أدري كذي، أنا انخدعت بالمحتويات اللي أشوفها 24 ساعة. هذا قاعد يقول لنا طرق شلون تعرف إن هذا يحبك، وشلون تعرف إن هذا معجب فيك، وشلون هذا تسيطر عليه، وشلون هذا ليه ما دمرني ويعني دشيت بالطوفة. طبعا هذا مثل من أمثلة كثيرة من اللي نشوفه في المدعيين هذيل. واحد ثاني أنا شفت الفيديو هذا صعقت، يقول الأخ هذا إن إذا زوجتك، إذا أنت متزوج يعني، زوجتك قدمت لك هدية في مناسبة من المناسبات، عيد ميلاد أو عيد الحب أو عيد زواجكم أي ما كان، لا تبين لها مشاعرك الحقيقية أنك أنت مستانس وأن أنت فرحان، بل بالعكس خلك ثقيل ويا دوب يعني تقول لها شكرا، يعني شكرا بطرف لسانك يعني. طيب ليش قاعد تتابع طالع؟ عشان كاريزمتك، عشان هيبتك، عشان تظل دائما تحس ان هي مو مركز الكون عندك، عشان تظل تركض وراك وتظل ان انت في مركز الصدارة. طبعا للأسف يعني كلام سخيف، كلام لا أعلم يعني كيف يتجرأ هؤلاء، ويسمونه تكنيكات نفسية، ويقولون بناء على دراسات. تخيلوا شخص يطلع يقول بناء على دراسات نفسية أثبتت في جامعات كذا وكذا وكذا، لا تشكر زوجتك كثيرا، ولا تمجد بها كثيرا، ولا تعلن عن مشاعرك لها كثيرا، سواء يعني أي ما كانت المناسبة، حتى تظل محافظ على هيبتك. فيديو ثاني، أتذكر فيديو من يعني أكثر الفيديوهات اللي أنا شفتها صدمني. هذه المرة امرأة تدعي أنها خبيرة في العلاقات الاجتماعية. ماذا تقول هذه المرأة؟ تعلمي يا حواء فنون السيطرة على الشريك العاطفي. طيب شنو هذه الفنون؟ تقول تعلمي كيف تجعلين شريكك العاطفي يعتذر لك حتى إن كنت أنت المخطئة بحقه. يعني لنتخيل معنا المثل أن أنا الحين أخطأت في حق شريكتي العاطفية أو زوجتي، فمثلا يعني أي ما كان نوع الخطأ، هذا خطأ عظيم أو خطأ بسيط، من المفروض يعتذر؟ أنا، لأني أنا اللي مبادر بالخطأ، فأنا علي أني أعتذر. لا، الفيديو هذا اللي تكلمت، اللي هي تقول عن نفسها مختصة، تقول تعلمي فنون وحيل كيف تجعلين زوجك أو شريكك العاطفي يعتذر لك حتى إن كنت أنت المخطئة بحقه، وكيف تجعلينه يشعر بتأنيب الضمير لكي يبادر هو بالاعتذار. طبعا وقيسوا أيها المتابعين الكرام على ذلك كثير من هذه النوعية من المحتويات اللي هي تشعر أنك أنت أمام ناس قاعد تحاول تعلمك شلون تشعر، مو تعلمك شلون تتصرف، يتدخلون حتى في مشاعرك. يعني أنا أتفهم محتوى يعلم الإنسان فنون الكمبيوتر مثلا، تطبيقات معينة على الهواتف المحمولة، لكن يعلمك شلون تشعر. أنت منو عشان تيجي تقول لي أنا شلون أتصرف ولا شلون أشعر أو ما أشعر؟ أنت من تكون؟ شنو موقفك من الإعراب أساسا؟ إذا أنت يعني حتى إذا أنت متخصص مالك حق تعلمني شلون أشعر، بعد ما بالك واحد دخيل على المهنة أو غير متخصص، فقط متواجد في هذا الفضاء التواصل الاجتماعي للاسترزاق، لزيادة مدخول الإعلانات لكي يسترزق من يتابعه. طبعا
وين المشكلة هنا؟ إلى هنا قد يقول أي حد من المتابعين أو ينتقدني، يقول طيب شنو فيها يا مشعل؟ أنت تؤمن بحرية الرأي، ما في مشكلة، خلي اللي يقدم تفاهة يقدم، خلي اللي يقدم جد يقدم، خلي اللي يقدم خرابيط يقدم، في النهاية الحكم للجمهور. صح، الحكم للجمهور، لكن في مشكلة. شفت لقاء مذيعة مسوية لقاء مع أطفال في المدرسة، لفت نظري إجابات الأطفال على سؤال المذيعة. المذيعة هي تعمل في إحدى يعني الوسائل الإعلامية، تقول حق الأطفال سؤال جدا طبيعي: شنو ودكم لما تكبرون تصيرون؟ الأطفال كانت أعمارهم تتراوح بين 9 سنوات ل 15 سنة تقريبا، أو 16 سنة بالكثير. السؤال هذا لما كان يطرح قبل، أتذكر وإحنا أطفال، كانت أغلب الإجابات والله ودي أصير مدرس، طبيب، مهندس، طيار، سواء طيار مدني أو حربي، ضابط، كاتب، موسيقي. لكن تقريبا 95% من إجابات الأطفال اللي شفتهم في الفيديو يقولون أنا ودي أصير يوتيوبرز. طيب المذيعة تسأل يعني شنو يوتيوبرز وليش؟ طبعا هي المذيعة تدري يعني شنو يوتيوبرز، بس هي تبي تعرف شنو مفهوم اليوتيوبرز عند الأطفال. فالأطفال كلهم تقريبا أجمعوا على نفس الإجابة: يوتيوبرز يعني نطلع يعني فلوس وايد ونصير أغنياء من الإعلانات ونصير مشهورين. طبعا اللي في هذا العمر هم أكثر من يشاهدوا المحتوى المقدم في اليوتيوب. للأسف الشديد يشوفون مثلا بنت عمرها 12 سنة تشوف بنت ثانية هم عمرها 12 سنة شنو قاعد تقدم في اليوتيوب: تصور عطور، تصور ميك اب، تصور ديكور غرفتها، تصور وهي قاعد تطق اختها بالمسند مثلا او الكوشية، فبعدين تصور فجأة شلون الاعلانات جابت لها فلوس، وتصير لها قدوة حسنة. بالله عليكم النموذج هذا هل هو نموذج فكري يعتد به؟ الأطفال يشاهدون، حتى الكبار الحين قمنا نشوف واحد يستعرض مع زوجته، يروح يطقها على راسها مثلا في الجدر أو بالمغطى مال الجدر بالمطبخ عشان المتابعين يضحكون ويزيدون عدد متابعينه. قمنا نشوف يقدم زوجته مثل المسلسل كوميدي، يطلع خصوصياته، أدق خصوصياته بعد، ويا ريت خصوصيات عادية يعني، أمام الملأ لكي يزيد متابعينه، وشخص يركض في البيت. وقمت أشوف يعني للأسف الشديد مع احترامي لجميع ربات المنازل، بعض ربات المنازل أو ربات البيوت بعضهم، وهذا شيء شفته بعيني وصعقت أيضا مما يقدم، هي تقول عن نفسها أنا ربة منزل ومتخصصة بقراءة الفال والجنجفة، وتقدم محتوى وتقول اللي يبي أقرأ له وأعطيه شي يسوي بحياته يدز لي مبلغ $25 ل $35، وراح أنا أعطيه نصايح بناء على قراءتي للطالع ماله. وفعلا هنالك، وأغلب اللي يتابعون هالنوع من المحتويات هم النساء طبعا، وليس جميع النساء طبعا، النساء المثقفات لا يتابعون هذه المواقع، ولكن تروح فعلا تدفع أموال هذه المرأة وتسألها والله زوجي قاعد يخوني ولا لا، إنزين أنا عندي مشكلة معاه مو قادر يعني يفهمني، شو أسوي؟ وتاخذ الكلام اللي تقوله صاحبة المحتوى اللي تقول إن هي ربة بيت ويمكن حتى ما تعرف تقرأ وتكتب، ويمكن حتى ما عرفت حتى تربي أولادها، وياي تقدم نصايح ياخذونها، للأسف ياخذونها بحذافيرها. نعم ياخذونها بحذافيرها ويطبقونها، والنتيجة تشتت الأسرة، مثل المثل اللي أنا قلته في البداية عن الشخص اللي لمجرد أن زميلته تبتسم له اعتقد أنها هي هيمانة في حبه وتحبه، وطلع الموضوع مجرد ذوق، ومجرد أن هي إنسانة لديها أخلاق ولديها حس عالي،
وهو اللي عنده مشكلة في شخصيته. فيقدمون هذا النوع من النصائح، سواء كانت نصائح عن طريق استغلال علم النفس الأسود، أو نصائح عن طريق مثلا تعال والله قول لي اسم أمك وقول لي اسمك وأنا أعطيك مثلا الأسبوع الجاي كله شنو راح يصير لك. السبت من الصبح راح يصير لك كذي، بتقابل واحد الظهر الساعة 8. ممكن أحد يسأل، في ناس تتابع هذيل يتابعونهم بمئات الألوف. للأسف الشديد في عالمنا العربي احنا محتاجين نرتفع في الوعي الثقافي، وهذه النوعية من المحتويات قاعد تنزل بالوعي الثقافي أكثر ما هو نازل. طيب الجيل الجديد لما يشوف هذا المحتوى، هالنوع من المحتويات، إذا الكبار يتأثرون بما يقدم من خبراء اللي يزعمون عن نفسهم أنهم خبراء عاطفيين أو وجدانيين وقاعدين يدمرون أسر مستقرة، يعني لما يطلع محتوى يقول لك كيف تستغل الآخرين لصالحك، كيف تجعلين زوجك خاتم بإصبعك. للأسف يعني حتى العنوان أو حتى ما يطرح غير أخلاقي. يعني شنو تخلين زوجك خاتم بصبعك أو أنت تخلي زوجتك خاتم بصبعك؟ هذه علاقات إنسانية، هذه علاقات نبيلة. إذا اختفت التلقائية منها، أنا لما أتحدث مع إنسانة أحبها، إذا لم أكن طبيعي ولم أكن على سجيتي أنا ما أحبها. إذا أنا بفكر بكل كلمة بقولها قبل لا أقولها أنا ما أحبها. هاي أصبحت علاقة واحدة غريبة عني. فما بالك أن أنا قبل لا أتكلم معاها لا أنا أستخدم تكنيكات من هؤلاء الحمقى، كيف أنا أسوي كذي وكيف أنا أسوي كذي. اللي بيحب راح يحب، واللي ما راح يحبك ما راح يحبك لو استخدمت النون وما يعلمون. فهذه وجهة نظري. العلاقات الجميلة هؤلاء ليسوا بمختصين، هؤلاء يشوهون علاقات البشر، وهم يلعبون أيضا على وتر آخر. في ناس ما تعشق يعني هالنوع من المحتويات من علم النفس الأسود كما يطلقون عليه، هم يطلقون عليه علم النفس الأسود، هم يعشقون السيطرة. يعني هنالك بعض البشر لا يهم أنه يكون محبوب، مو فارق معاه محبوب أو مكروه، هو يهم أنه يكون مسيطر على الآخرين. فيعطونا يقول كيف تصبح تسيطر على الآخرين، كيف تصبح لك كاريزما. أتذكر شخص كان يقول في أحد محتوياته ويزعم يعني أنه هو خبير في العلاقات الاجتماعية، كيف تكون لك هيبة عندما تدخل مكان لأول مرة. طيب حلو، شنو هالهيبة هذه؟ يقول لك عندما تدخل مكان لأول مرة لا تلقي التحية. يعني لما تدش لا تقول مرحبا أو مساء الخير أو صباح الخير، تدخل المكان هذا سواء دوام، ديوانية، جامعة، اللي يكون مكان، المهم أنت تدخل لأول مرة والناس اللي فيه هم ما هم من أصدقائك ولا من معارفك. تدخل مجرد أنك تنزل راسك كذي، تحيي براسك بس. طيب ليش؟ والله عشان تحتفظ بالكاريزما مالتك، ولازم ما تبتسم عشان تظل محافظ على الهيبة مالتك. وقتها لما شفت كذي ابتسمت ابتسامة يعني مش ابتسامة رضا، ابتسامة يعني استهجان، وقلت المفروض هذا اللي قاعد يقدم بدال لا يحط عنوان الفيديو كيف تكون لك هيبة وكاريزما، كيف تكون وقح. يعني أنا أدخل على ناس وما ألقي التحية عليهم عشان تكون لي هيبة. هذا أنا داش عشان أكسر الهيبة، مو تكون لي هيبة. يعني شيء غريب، يعني محتويات غريبة. وللأسف قاعدة تدمر. في ناس فعلا تصدق هالكلام، أنا أكرر في ناس تصدق هالكلام. وقلت أن أنا هالمرة المليون أقولها، ما أخاف على الإنسان المثقف اللي عنده حراك فكري، اللي أنا أخاف على الإنسان اللي هو مو مثقف، اللي كلمة وديه وكلمة يبه، يمين يمين يسار يسار. يعني الإنسان الذي لا يمتلك هوية فكرية، شخصية فكرية. اللي يمتلك شخصية فكرية لن يتأثر بهؤلاء. يعني ربما إن شاهدهم ليتسلى ويضحك عليهم قبل النوم، لكن للأسف هنالك من فعلا يصدقهم. يعني وهم أرد أقول أن المثقف غير المتعلم، اللي عنده إجازة جامعية في
الهندسة هو يعرف بالهندسة، اللي عنده إجازة جامعية في الطب هو يعرف بالطب كما ذكرت، اللي عنده إجازة جامعية في علم النفس هو يعرف في علم النفس، لكن ليس مثقف. وليس مثقف أيضا كما ذكرت من يعرف معلومات كثيرة، هو مجرد يعرف معلومات كثيرة في مجالات متعددة ولكن ليس مثقف. ولكن المثقف الحقيقي هو من يعرف يستخدم عقله في النقد والتحليل، يعرف يغربل ما يسمع وما يتلقى من معلومات ومن أحداث ليخرج بتحليل منطقي للأوضاع. لكن وليس من يمتلك معلومات كثيرة، ولكن من يمتلك طرق تفكير نقدية هو الإنسان المثقف. أنا أعرف الإنسان المثقف من طريقة تفكيره وليس من كمية معلوماته. قعدت أسأل نفسي أنا سؤال يعني معقولة، يعني بعيدا الحين عن هالموضوع، كمية من المواضيع اللي مثل هذه قاعد تنتشر. يعني حتى المتخصصين، ذكرت مرة تحدثت في أحد مقالاتي عن هالموضوع، أن المتخصص الحقيقي الذي لديه إجازة جامعية في مجال الإرشاد الأكاديمي أو الإرشاد النفسي أو الإرشاد الاجتماعي لا يجرؤ أن يعطي علاج يصلح لجميع العلاقات البشرية. ولكن هؤلاء الحمقى يقدمون نصائح مجانية بالعشرات تصلح لجميع البشر. يعني حتى لو أنا الحين 10 أزواج، لنفترض 10 أزواج عندهم نفس المشكلة، كلهم يعانون مثلا أن الزوج أو الزوجة فيهم يغضب كثيرا ويغضب سريعا، وهي أعطي نصيحة عامة المفروض هنا يعني الكل تنطبق عليه. هذا خطأ. المتخصص الحقيقي يقابل كل حالة على حدة ويسمع من الطرفين ليقيم الحالة ويقيم طريقة التعاطي مع الحالة. لكن للأسف الشديد يعني حتى على مستوى الطب، البنادول مثلا على سبيل المثال اللي ينباع بالصيدليات بدون وصفة لتخفيض درجة الحرارة أو علاج الآلام العضلية أو الصداع، بنادول يعتقد الإنسان أن هذا شيء عادي سهل. في ناس لو كل شيء يصير لها شوية صداع بنادول، ألم بالرئة بنادول، ما يعلم أن هذا البنادول كثرته تضر الكلى تضر الكبد. في ناس صار لها فشل كلوي من البنادول لأن يأخذونه على الفاضي وعلى المليان كأنه حبة فيتامينز. فالبنادول لا يصلح للجميع ولا يصلح في كل وقت ولا يصلح لكل حالة. حتى داخل البامفلت الوصفة الداخلية يقول لك يعني إذا كنت تعاني من أمراض الكلى أو فشل كلوي أو وظائف الكبد مو أوكي، احذر من أخذ البنادول أو قلل الجرعة مالته. ما بالك احنا قاعد نتعامل هم مع مشاعر. يعني شلون أنا أعطي وصفة علاجية كن لديك كرامة، كن ما أدري شنو، كن بطيخا، يتكلم بثقة، ثقة أنه هو متخصص وأنه اللي قاعد يقوله مسمار بلوح، وأنه اللي قاعد يقوله هذا المنظر العاطفي أو المنظر الاجتماعي أفلاطون زمانه. وأن يعني لم أجد حقيقة في المتخصصين اللي هم متخصصين عن حق هذه الثقة. طبعا الجزء الثاني من العنوان هو رسالة إلى اليوتيوب. شنو الرسالة لليوتيوب؟ أنا في سنة 2022 كتبت إيميل بعثته بالإنجليزي وبالعربي، وللأسف يعني رد عليه من إدارة اليوتيوب لا ينطبق. يعني طبعا لا ينطبق، احتمال كبير كان السبب أن المفروض الإيميل يكون بس في الأمور اللي هي فيها أحتاج فيها دعم فني. شنو كان فحوى الإيميل؟ أرد أعيده مرة ثانية لليوتيوب كبودكاست صوتي. هو كان اقتراح وليس تساؤل. اقترحت على اليوتيوب يلغون فكرة الربح من الإعلانات. الربح من الإعلانات يفترض أن يحسن من الطرح، ولكن فعل العكس. يعني لما اليوتيوب في بدايات إنشاء المنصة كل 3-4 سنين تحاول تطور من طرق جذب صانعين المحتوى. من هذه الطرق تحفيزهم بصناعة المحتوى عن طريق أن يكونون شركاء في المنصة من الربح بالإعلانات. طيب هذا هدف جميل في بدايات اليوتيوب، لكن للأسف انقلب السحر
على الساحر، انقلب السحر على الساحر. توسعت اليوتيوب عن طريق الربح من الإعلانات. أصبح حاليا كل من هب ودب يريد أن يمسك المايك أو الكاميرا ويقدم أي شيء، إن شاء الله يعني يطلع عائلته كلها بطريقة مخجلة، يطلع فضايح أمه، فضايح أبوه، فضايح عائلته، فضايح جيرانه، اللي يصير. المهم أن أبي متابعين، أنا أبي متابعين عشان يجيبون لي فلوس من الإعلانات عشان أسترزق. فهذه هي مشكلة كبيرة. إرشادات المنتدى، لما الواحد يقدم محتوى يقول لك الرجاء اتباع إرشادات المنتدى. شنو إرشادات المنتدى؟ ممكن أي أحد يكتب بالجوجل الحين إرشادات منتدى الجوجل مثلا، أن يكون المحتوى لا يعني يحرض على الكراهية، أن لا يزدري الأديان مثلا، أن لا يتضمن مشاهد مرعبة أو مغززة أو مؤذية للإحساس إلى آخره. كنت أتمنى أن تكون ضمن إرشادات المنتدى أن يتم تقديم محتوى على أقل تقدير يحترم عقل المشاهد، يرتقي بفكر المتابع. هنالك بعض القنوات أضرب لها تعظيم سلام، يعني لما تشوف في فيديو أقل شيء أنت بتطلع تساؤل جميل فلسفي اجتماعي يحرك الفكر، حتى لو تم طرح الموضوع بطريقة فيها شوية كوميديا، يعني الكوميديا السوداء، بس كوميديا هادفة. لكن تشوف شخص يقدم فكرة ثقافية مثلا. أنا شفت إحدى القنوات دون ذكر اسم صاحب القناة عشان لا يقولون أنا قاعد أروج لقناته، لكن هذا الإنسان صار له تقريبا 10 سنوات أو 12 سنة يقدم نموذج جميل للارتقاء بالفكر الإنساني. للأسف يعني الفيديو ماله، لأنه هو طبعا يخاطب النخبة، والنخبة في أي مجتمع هم أقلية، هذا عزائنا الوحيد. ولكن نشوف مثلا المحتوى اللي قاعد يقدمه، عدد متابعينه، مثلا عدد متابعين الفيديو 5000، 7000، مرات يكون 2000. شخص آخر يركض ورا زوجته بالصالة ويعطيها عرشوب، بعدين يشد شعرها، بعدين يكب عليها ماي، عدد مشاهدات الفيديو 20 مليون، 18 مليون. طبعا هذا يدل على نوعية الوعي اللي موجود في المجتمع. كل ما كان الوعي متدني والسخافة زايدة، كل ما النوعية هذه من الفيديوهات تطلع. عشان كذي أنا اقترحت على اليوتيوب، ليش إدارة اليوتيوب ما تلغي الربح من الإعلانات؟ وأنا اقترحت وتلزم أصحاب القنوات بدفع مبلغ شهري ثابت لليوتيوب عشان يحتفظ بقناته. يعني أنت الحين كصاحب قناة عشان تخلي قناتك موجودة ما تلغيها اليوتيوب، عليك تدفع اشتراك ممبرشيب. وهني يتم تعويض فكرة إلغاء الإعلانات. طبعا هي الفكرة طوباوية، لأني أنا قلتها لأني مو لاقي شيء ثاني أخلي نعمل فلترة للتفاهة. طبعا اليوتيوب لو طبقت هالفكرة أكيد معظم اللي موجودين يكاد يكون فوق 90%. أتذكر واحد لما قلت له هذا الاقتراح قال هذا أول ما يطبقونها إذا أنت بتلغي فكرة الربح من الإعلانات 90 ل 95% من القنوات كلها بتسكر. قلت له مو هذا المطلوب، اللي راح يسكر مو صاحب رسالة. صاحب الرسالة مو داش يربح من اليوتيوب، الحمد لله ربحان قبل لا يدش اليوتيوب، مو داش يسترزق ولا داش يعني يدور فلوس من الإعلانات، داش يقدم محتوى هادف. الهدف الوحيد لدخوله يبي يرتقي بالفكر الإنساني، يقدم معلومة جميلة، يقدم منظر جميل، يقدم فكرة جميلة. أصحاب الرسالة يصرفون على محتواهم، ما ينطرون يأخذون مقابل من محتواهم. هذه وجهة نظري. طبعا أنا ما أقول إن كلامي مسمار بلوح، واحترم كل من ينتقدني، لكن هذه وجهة نظري. لأن اللي قاعد يدش الحين واللي يشوف التفاهة المنتشرة، فضايح، سب،
قذف، دمار أسري، شتم بالدول، شتم نشتم بعضنا البعض، ما بقى شيء لم يقال، ما بقى شيء. شنو بعد؟ يعني وسائل التواصل من المفترض أنها ترتقي بثقافات الشعوب، توحد الشعوب، تقرب الشعوب من بعض، تخلي أبعد ثقافة عنا تكون قريبة منا، تخلينا قرية واحدة، تخلي العالم كله يكون يعني يعيش في ود وسلام. لكن للأسف يعني اللي قاعدين نشوفه فرقت الشعوب، فرقت حتى أبناء الدولة الواحدة، خلت كل واحد منغلق على ثقافته، خلت كل واحد منغلق على أفكاره، دمرت كثير من القيم الحلوة بين البشر. قمنا نشوف تعليقات كلها سب، كلها ذم، كلها يعني ألفاظ نابية. شنو استفدنا من هذه المحتويات؟ كل هذيل داشين ليش؟ داش عشان يسترزق من اليوتيوب بطريقة مهينة. أنا لست ضد الربح من الإعلانات إذا كان ما يقدمه يستحق، يحترم على الأقل عقل المشاهد فقط، لا أكثر ولا أقل. ما نبي أكثر من كذي. لكن ما يقدم من سخف وتفاهة، يعني هو لا يلام من يقدم هذه المحتويات، هو لن يجد قوت يومه إذا ما قدم هالنوع من المحتويات. ممكن يكون، أنا أتذكر واحد كان يقدم من هالنوع من المحتويات التافهة، أنا قلت له أنت شلون ترضاها على نفسك تسوي كذي؟ قال يا مشعل أنا مو لاقي شغل، ما عندي شغل. الشغل شنو يعني؟ لو بشتغل كم باخذ يعني 600-700 دينار، أنا أطلع من الإعلانات بلاوي زرقاء. فالفلوس هي السبب، فأنا ما أقدر أقدم محتوى ثقافي جاد. أقول له ليش؟ يقول لي من بيتابعني؟ منو بيتابعني؟ منو الحين له خلق يقعد يسمع محتوى ثقافي يتكلم لك عن أي شيء ثقافي، عن متحف ولا عن موسيقى موزارت مثلا، ولا عن أي شيء فيه ثقافة. الناس تبي تفاهة، تبي فضايح، تبي سب، تبي مشاهد مثلا فيها مثلا خصوصيات معينة في كل أسرة، مثلا أدش أطالع واحد وزوجته، هذا اللي الناس تبيه، هذا اللي يجيب لك فلوس. لكن بتقعد تقدم لي محتويات جادة، منو بيتابعك؟ 2 3 4 5، مقابل أنت قاعد تخسر 50,000 واحد ممكن يتابعك لو قدمت سخافة. فطبعا أنا قلت له وليكن على الأقل أنت ضميرك مرتاح، هال 50,000 سخيف أنت ما أنت بحاجة لهم. والمادة ليش دائما تدور أن التحقيق أو الاستفادة تكون مادية؟ ليش ما نقول الاستفادة الارتقاء بالوعي المجتمعي؟ لما المجتمع يرتقي فيه الذوق العام. احنا قاعد نعاني من وايد ظواهر سلبية في المجتمع. لما نطلع وكل واحد يقول لك ليش تخز، الدش مول الواحد قاعد يدقق فيك وانت يعني قاعد تمشي تقولها ليش، شنو السالفة؟ تقعد بمطعم الواحد قاعد يخز فيك، تطلع في أوروبا تروح أماكن ثانية أنت قاعد مع زوجتك أو قاعد مع أحد تعرفه، كل واحد عينه مع اللي قدامه، أو قاعد يطالع الكتاب اللي يطالع بيده، أو قاعد يطالع موبايله. عكس عندنا إحنا هني الكل طايح له ذم ونقد، والكل عسى ما أنت مشيت بالشارع 50,000 مرة ممكن أنت ما ترجع بيتكم من كثر النماذج الغريبة اللي تشوفها بالشارع، لأن الثقافة معدومة. اللي قاعد نشوفه من مشاحنات وسب وذم وكل واحد يكره الثاني، هذا ليش؟ السخافة هذه لأنها منتشرة، لأن ما في ثقافة. يعني روح شوف المكتبات، كم واحد قاعد يدش المكتبة؟ يعني أنا أتكلم عن المكتبة اللي تبيع كتب فقط، وليس المكتبة اللي تبيع قرطاسية وتبيع معها أدوات مكتبية. هذه النوع من المكتبات ممكن فيها بعض الناس تدخل عشان فيها أدوات مكتبية إلى آخره. أتكلم على مكتبة فقط متخصصة بالكتب، كم واحد راح يدخل من الصبح نقول الساعة 10 ل10 بالليل، 5 6، عدد ضئيل من محبين الكتب. وأتكلم عن الكتب اللي هي تحرك الفكر، مش رواية حب ولا شعر ولا الأبراج ولا حظك اليوم ولا غيره ولا الطبخ. أتكلم عن كتاب يحرك الفكر. منو قاعد يقرأ؟ ما حد قاعد يقرأ. طيب الثقافة مو بالضرورة مصدرها الكتب، حتى المحتويات اللي تقدم باليوتيوب وغيره، تروح التيك توك تروح كذا، شنو في قاعد يقدم؟ أصبح الكل يقلد الكل.
الكل نفس الشيء، طالما هذا يجيب فلوس خل نروح. ليش؟ الهدف مادي. طبعا قد يتساءل المتابع الكريم، طيب الهدف المادي شنو فيها؟ أنا شنو بستفيد إذا ارتقينا بالوعي الثقافي المجتمعي؟ نعم سنستفيد. راح تختفي كثير من الظواهر، راح يسود الحب بين أفراد المجتمع، راح حتى اللي بيدش علاقة أو اللي بيقرر يكون له أصدقاء أو كذا يعرف من يختار. الوعي لما يتطور راح يغلق المجال أمام الدخلاء والتافهين. فلما يغلق المجال أمامهم، يعني مثلا لمحتوى تافه يقدم هنا مثلا عندنا في العالم العربي، صاحب نفس القناة هذا لو قدم ذات المحتوى في السويد أو في كندا أو في أي مكان ثاني قد لا يجد متابع واحد له. ليش؟ لأن الوعي الثقافي مختلف، ما هو مرغوب هنا قد لا يكون مرغوب هناك. وقس على ذلك أي شيء في الحياة. أنا مطلوب أني أنا أحترم عقل المشاهد أثناء تقديمي أي محتوى. طبعا واحد قد يسأل يعني معقولة يعني أنا أدش اليوتيوب كل اللي فيه أشياء جدية راح أمل؟ أبي أشياء تضحكني، أبي أشياء تفرفشني. أنا أوريدي مثلا أعاني من ضيقة، أعاني من حزن، خلنا يا أخي نضحك شوي. شنو هذا؟ أدش واحد يتكلمني عن أرسطو، والثاني يتكلم لي عن تحليل الاحتباس الحراري، والثالث يكلمني عن ظاهرة مثلا التصحر. إلى ما بها المحتويات أمل. هل تبينا كلنا نشوف محتويات جادة؟ يا أخي لا تشوف محتويات جادة طول الوقت، لكن هم شوف شغلات منها هم أنت تسلي نفسك وتستانس، لكن مو على حساب عدم احترام فكرك، عدم احترام قناعاتك. الوقت، العمر بالنسبة للإنسان هو وقت. الوقت اللي تقضيه بشيء تافه أنت كان ممكن تقضيه بشيء هم يعطيك الانطباع اللي أنت تبيه في ذات الوقت، تحرك فكرك فيه. العقل العربي راكد، وهذا الركود قاعد يخلي العالم كله من حوالينا يتطور، واحنا في محل أكسر. نفس المشاكل اللي نتهاوش عليها من 2000 سنة هذه هي ما تغيرت. ليش؟ لأن ما في تطور. نعم هنالك أقلية مثقفة جميلة في كل مجتمع عربي، لكن لماذا هم أقلية؟ لماذا لا يكونون أكثرية؟ لأن السخافة مسيطرة على الوضع. طبعا اقترحت على اليوتيوب هذا وأرد أكرر الحين أنه يعني فكرة يعني إلغاء الإعلانات تكاد تكون هي الحل الوحيد ليخرج هؤلاء التافهين من كل المحتويات التي يقدمونها. يعني أنا واحد من الناس قلت أنا مستعد أدفع لليوتيوب مبلغ شهري حسب ما يحددونه، حتى لو لم أكن صاحب قناة، كنوع من المبادرة المجتمعية لتقليل المحتوى السخيف، لتقليل المحتوى التافه. أهلا بكل محتوى به نوع من الثقافة، حتى لو في أدنى صورها. خواطر مثلا، واحد يقدم خبراته الشخصية في شيء ما، لكن لا يقدم سخافة. وأتمنى مع احترامي طبعا للي قاعد يقدم نصايح ويقول هذا رأيي الشخصي، رأيك الشخصي يحترم طالما أنت نوهت أن رأيك الشخصي وليس بناء على دراسات أو أبحاث إلى آخره. وأقول للناس اللي يتابعون هالنوع من المحتويات، تصرف طبيعي مع شريك حياتك أو صديقك أو عائلتك. يعني شنو تتصرف طبيعي؟ إذا أنت فعلا تحب قول أحب، تكره قول أكره، ما له داعي تتصنع، ما له داعي أنك تمثل أو تتغلى. هذه الأمور كلها لن تجدي نفعا. يعني اللي يبيك لو شنو ما عنده من أمور ومشاغل راح يعرف يخلق لك وقت، واللي ما يبيك لو تقعد تناقز قدامه مثل الشاذي 24 ساعة ما راح يشوفك. فكل هذه الحيل تسطح العلاقات، مو مثل ما قاعد يخدعونك انها يعني تزيدك هيبة وتزيدك رونق. بالإضافة كيف أنت يعني لو آمنا جدلا على سبيل الفرض الجدلي الناس اللي مثلا تستخدم الحيل والتكنيكات عشان تجذب الطرف الآخر أو تستغل حاجته للعلاقة مثلا، أو مثل اللي مثلا يقول لك والله يستغل الدجالين والخرافة أن أنا والله
والله أبي هذه تحبني، أو هي مثلا تقول أبي زوجي يحبني، خل مثلا أسوي له دجل أو أسحره إلى آخره من اللي نشوفه إحنا في اليوتيوب. أو أستخدم تكنيك علم النفس الأسود عشان أخليه تحت سيطرتي. السؤال اللي يطرح نفسه، هل أنت لما تشاهد ذاتك في المرآة، أو أنت لما تشاهدين ذاتك في المرآة وتعلمين مسبقا أن زوجك يقول لك أحبك مو من قلبه، هو قاعد يقول لك أحبك لأن أنت مسويت له شيء، مسويت له تكنيك معين، مسويت له لعبة معينة، هل هذا يرضيك؟ أن أنت تعلمين أنه هو قاعد يقول لك أحبك ولا أحترمك ولا أي شيء، هو أنت عارفة 1000% لولا اللي أنت قاعد تسوينه هو عمره ما راح ينطقها. ما أعرف شلون الواحد يعني يكون مستانس لما يحس أن الطرف الثاني مجبور عليه وأنه نجح أنه يخليه تحت سيطرته. شلون يعني أنا أستانس؟ يعني ما في أحلى من التلقائية. لما واحد يكون معاي بمحض إرادته أحلى 1000 مرة من 1000 يكونون معاي وهم بدون إرادتهم. فهذه المحتويات لا تقدم أو تؤخر، وللأسف أرد أقول للأسف نعم هنالك أفراد بعض شرائح المجتمع تتابع هؤلاء وتتأثر بهم ويطبقونها حرفيا، يعني كأن علم ثابت وراسخ، يسمع من هني يروح مثلا يطبقه في بيته، يروح يطبقه في الدوام، بل ويتوهم أن أي أحد يطالعه هذا يطالعني أكيد نفس ما قال هذا راعي الفيديو صح 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 صح. فما راح نخلص كذي، يعني راح تصير أضحوكة. كل الهدف تصرف طبيعي في علاقاتك. وأيضا لفت نظري شيء قبل لا أختم، هم يعني مثير للغرابة شوية، كمية الفيديوهات اللي تهتم بعلاقة الطرف الرجل بالمرأة. يعني كأن الحين الحياة ما فيها غير علاقة الرجل بالمرأة، كيف يكون لك شريكة عاطفية، أو كيف تجذبين الرجل في محيطك، أو كيف مثلا تشعرين أنه يحبك. الحياة الواسعة بكل تجلياتها، حياتنا كلها ما فيها غير الزواج، أو كيف تجذب المرأة وكيف تجذبين الرجل. هل انتهت كل المواضيع اللي أنا فقط أركز على شلون أكون في نظر الجنس الآخر أو في نظر الناس حتى؟ لماذا لا ينشغل الإنسان في مواضيع أكثر عمقا وأكثر قيمة وأكثر فكرا من انشغاله بكيف أكون محبوب لدي النساء، وكيف أكون محط أنظار الرجال، وكيف أكون مسيطرة على زوجي، وكيف أكون أجذب فلانة أو علانة. أو هنالك يعني أحس أن هذيل عندهم هوس، يعني حياتهم فارغة وما عندهم شيء في حياتهم غير علاقات الحب. ويا ريت حب حقيقي، يعني يا ريت يتكلمون عن الحب بمعناه الحقيقي. لا، هو علاقات الحب وخلاص، يعني باب رزق وانفتح وخلصنا. أو علاقات الزواج، كأن الحياة ومشاكلها والأفكار اللي في الحياة خلصت كلها، وكل مشاكل البشرية انتهت. ما في الحياة فقط غير مطاردة النساء أو مطاردة الرجال، أو كيف أنا يهمني هذا فلان، أو شلون بسيطر على الناس هذيل. يعني أتذكر واحد يقول أنا أحب أتابع هذه المحتويات مو عشان أتعلم تكنيكات شلون أكون محبوب لدي النساء، لا، أنا أتابع ملوت الكاريزما هذيل عشان أسيطر على المجتمع، أبي أنتشر بالمجتمع. قلت له يعني شلون تسيطر على المجتمع؟ قال يعني أطالع شلون المجتمع شنو يبي، المود مال المجتمع يحب المواضيع الدينية، نفتح قناة دينية. يحب مواضيع الفضايح والسخافة، نفتح قناة فضايح. يحب المواضيع مثلا الطربية، نفتح قناة طرب. يحب المواضيع العاطفية، نفتح قناة عاطفية. قلت له طيب ليش ما تقول تفتح الشيء اللي أنت تحبه؟ أنت شكو الناس شنو تحب؟ يعني هذا دائما السؤال اللي أطرحه. أنت حاس نفسك مبدع في مجال، حاس نفسك لك بصمة في مجال، سوى. مو حاس نفسك أن أنت لك اهتمام في أي مجال، ليش تتصنع الاهتمام بناء على ما يطلبه الجمهور؟ الرد للأسف واحد، والله عشان أربح،
أنا أبي فلوس على أفا هذيل، أنا شبي فيهم، أنا ما أبي هالجمهور هذا الجمهور أبيه بس عشان الإعلانات، أطلع فلوس، أشتري سيارات، أشتري بيوت، أسافر، أروح أرد، هذا اللي أبي، ولا سواد عيونهم أنا شبي فيه. فللأسف عشان كذي هو كله نلف وندور ونقول إلغاء إعلانات اليوتيوب والربح منها مطلب أطالب فيه اليوتيوب. وهذا رأيي الشخصي، والحمد لله أنه مو بس أنا اللي يعني صاحب هذا الاقتراح. وجدت من يشاطرني من بعض الأشخاص اللي أعرفهم هذا الاقتراح أيضا، وعشان أشوف هل أنا يعني مخطئ قالوا لا والله حتى هذا الاقتراح، وأصحاب قنوات ولكن أيضا قنوات متخصصة في الثقافة فيشاطروني هذا الاقتراح، ومستعدين فعلا يدفعون أموال لليوتيوب نظير إلغاء خدمة الإعلانات والربح منها. أعلم بعض أصحاب الرسالات الحقيقية، صاحب هدف في الحياة، صاحب مبدأ في الحياة، مستعد أن مثل كذي اللي يعمل عمل تطوعي للمجتمع هو لا يتقاضى أجرا على هذا العمل التطوعي. تقديم محتوى جيد وجميل يرفع الوعي الثقافي لأفراد المجتمع يعتبر أيضا واجب على كل إنسان، واجب على كل إنسان محب أنه يشوف أفراد المجتمع الوعي الثقافي عندهم في أبهى صورة. هذا مو معناته أنه يعني أبخس حق الآخرين، لكن أنا ضد من يقدم تفاهة، ويريتها حتى تفاهة غير ضارة، يعني الضحك للضحك مثل الكوميديا السوداء، لكن تفاهة تضر. تخيل واحد يطلق زوجته عشان تأثر بواحد قدم له نصيحة من النصائح اللي قلتها مثلا، أو واحد توهم أن في واحدة حاطة عينها عليه لمجرد سمع واحد ولا واحدة يقول لك لو شفت واحدة سوت كذي أعرف أنها ميتة فيك وحالتها حالة، أو العكس صحيح، هي مثلا متأثرة بأحد والله لو شفتي واحد عاملك بهالطريقة هذا 1000% ميت عليك، وهو مو سائل عن هوى دارها. فهذه النوع من الفيديوهات غريبة، يعني غريبة، وما أعتقد كانت ستقدم لولا وجود ربح من الإعلانات. طبعا مو هذا بس المحتوى السخيف الوحيد اللي هو يقدم، كثير من المحتويات السخيفة تقدم فقط لوجود الربح من الإعلانات. إذا شلنا الربح من الإعلانات لن يظل داخل منصة اليوتيوب، تحديدا منصة اليوتيوب، إلا من هو صاحب مبدأ، صاحب إبداع حقيقي، يريد أن يقدم محتوى يفيد به المتابع، أما فكريا، أما حتى وجدانيا، أم حتى معلوماتيا، عن طريق مثلا هو عنده مهارة بشيء معين في الكمبيوتر، عنده مهارة في أي علم من العلوم، لكن ما يقدم هذا إسفاف وتسطيح، خصوصا الجيل الجديد. مثل ما قلت الأطفال أساسا كارهين المدرسة بدون شيء، بعد فوق البيع الحين يشوفون نماذج من اليوتيوبرز اللي هم ياريت نماذج زينة نقول ما يخالف، لكن نماذج ما قاعد يقدمون محتوى سخافة، فيشوفون عن طريقي هم، يعني الطفل الصغير لما يشوف واحد في عمره عنده قناة ما قاعد يقدم شيء، مجرد قاعد مثلا يقط كفر سريره بالأرض، ولا يسكر باب غرفته، ولا يتفخ البالونات بماي ويكبها على اخوانه ويطلع فلوس من الاعلانات، اكيد طبعا راح يتاثر، يقول انا شلي بالدراسه، شلي بالعلم، انا ابي اصير كذي، شنو بيعطيني الدراسه؟ انا هذا ما قاعد يسوي شيء، بس اجيب تفافيخ واقطهم على اخواني والعب بالبيت شويه واطلع غرفتي، انتهى الموضوع. ونفس الشيء البنت شنو ننطر منها لما تكبر؟ ما راح تكون إنسانة واعية ومثقفة. ما بيقول والله ما راح تكون مربية جيدة أو أم جيدة، لأن لا أفترض أن كل النساء سيتزوجون. يعني فكرة أن البنت تتزوج هذه فكرة بالية، ليس مطالب أن كل امرأة تتزوج ولا كل رجل يتزوج. فهنالك من النساء من قررن بمحض إرادتهن أن يبقوا عازبات، ويتمتعون بقدر من الجمال ويتمتعون بقدر من العلم والثقافة، لكنهم متصالحات مع أنفسهم فلم يقرروا الزواج. لكن على الأقل لما تكون طفلة صغيرة على الأقل تنفع المجتمع بثقافتها بفكرها، تكون عضو نافع بالمجتمع. فكيف هذه البنت الطفلة الصغيرة لما تشوف هذا النوع من المحتويات منو بيكون قدوتها الحسنة؟ يعني منو؟ يعني الأهل ما حد قاعد الحين فاضي يربي. أغلب الناس اللي قاعد تتزوج حاليا الزواج لأنه يبي يتزوج، لأن المجتمع يبي يكون متزوج، مو عشان هو يبي يتزوج. أغلب المتزوجين، ما أقول الكل طبعا، هو لا فاضي يربي ولا فاضي يوجه ولا فاضي يعطي أي وقت حق أي شيء، الكل لاهي بحاله. يعني
لذلك أنا أقول أن المحتويات السخيفة لا يعني ما في حل غير أن الإعلانات تختفي، الربح من الإعلانات يختفي، أو يحطون شرط مثلا أنه يكون المحتوى في حد الأدنى فكري مثلا، وهذا هم صعب تحقيقه. حتى لو تم غلق القنوات المخالفة يفتحون قناة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. أعلم بشخص أغلقت قناته يمكن 6 مرات وراح فتحها بأكثر من نيك نيم، فما سوينا شيء. هو ليش يبي يفتحها أكثر من مرة؟ عشان الربح. لكن لو نلغي الربح خلاص الكل بيترك المنصة، وبيظل طبعا أنت تقول، أحد من المتابعين يقول والله لو بيظلون شوية بس هم أصحاب الهدف، اليوتيوب ما راح يربح. وفي النهاية اليوتيوب منصة ربحية، يعني هم مو فاتحينها لسواد عيون الربح، عنا المجتمع ما تثقف، هم فاتحينها للربح. والله يعني هذه وجهة نظر، يعني أنا ما أعرف شلون ممكن يطبقون هالفكرة، لكن ما لقيت حل ثاني. أنا ما لقيت حل ثاني إن أعبر فيه عن شلون الواحد يوقف المحتويات اللي هي ما لها أي مسمى ثاني إلا غير أن تكون سخيفة. وأشكركم على المتابعة، وهابي نيو يير، وعام ميلادي جميل على كل من يتابع هذا البودكاست وكل شعوب الكرة الأرضية.